بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على الامرجنسي اكزيت لايتس او اضواء الطوارئ اللي بتكون موجودة داخل الطيارة. في منها معلق، وفي منها على الارض، وفي منها بيضيء بالكهرباء، وفي منها بيضيء بالمواد الفسفورية. الغرض من الأضواء دي إن هي لازم تكون واضحة وظاهرة أثناء الطوارئ، حتى بعد انفصال التيار الكهربي عن الطيارة. طيب، هل الأضواء دي بتضيء من نفسها ولا ليها تحكم إلكتروني؟ يعني لو حصل حاجة للكابتن أو الطيار أو مساعد الطيار وحصل هبوط اضطراري، هل الأضواء دي بتتنور لوحديها؟ الأضواء دي بتنور لما الكهرباء بتفصل بشكل مفاجئ عن الطيارة، بتنور اوتوماتيك. كمان الأضواء اللي موجودة على الأبواب وعلى الأرضية الطيارة بتشير بكل الاتجاهات. يعني انت لما تبص كده هتلاقي الخطوط اللي هي الصفرة دي لما النور بيطفي، دي مش محتاجة كهرباء، هي دي بتبقى مخزنة من الضوء أثناء وجود الكهرباء بشكل طبيعي. ولو حصل انقطاع مفاجئ للتيار الكهربي بتلاقيها هي لوحدها illuminated، يعني بتنور كده بشكل زي الحاجات اللي كانت القلوب والنجوم اللي كنا بنعلقها في اوضنا واحنا صغيرين كده، اللي هي بتنور لما نطفي النور كده. هي نفس الفكره بتاعت الايل ايمرجنسي لايتس. دلوقتي الباب معمول على وضعيه الارمد، وفي حالات الطوارئ احنا هنبقى محتاجين ان الناس تتبع علامات الطوارئ. طيب، احنا بالنسبه للكرو بقى المفروض نعمل ايه؟ ده الدور اسيست هاندل، وده الاسيست هاندل. الدور اسيست هاندل ده جوه الفريم بتاع الباب، انما الاسيست هاندل بيبقى خارج الفريم بتاع الباب. لازم قبل ما نعمل اي حاجه لازم نتاكد طبعا من الوضع خارج المقصوره بيبقى عامل ازاي، عشان نقدر نفتح الباب بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وطبعا مش هقدر افتح الباب احنا في الجو، ولو حاولت حتى افتحه مش هقدر افتحه، ولكن يعني ممنوع طبعا المحاوله ان احنا نفتح الباب، علشان لما نرفع الدراع دوت الباب هيتفتح بشكل سريع جدا وقوي جدا. فاحنا لازم نسيب الهاندل ده علشان السلايد رافت تبتدي تتفرد وتطلع بره الطياره. طبعا لما تتفرد احنا مش بنقول للركاب يلا على طول، لا، احنا لازم في حاجه اسمها مانوال انفليشن هاندل بتبقى موجوده على اليمين هنا، لازم نشدها الاول علشان نتاكد ان السلايد رافت اتفتحت بشكل كامل. فبنشدها جامد علشان نتاكد ان السلايد رافت اتفتحت بشكل كامل، وان اي حد هينط من الطياره على السلايد رافت مش هيحصل له اي اذى. طيب، قبل ما الكلام ده كله يحصل لازم قبل ما نطلع الطياره لازم نتاكد ان الحاجات دي كلها سليمه وشغاله، ونتاكد من حاله السلايد درافت كونتينر والضغط بتاع السلايد درافت نفسه. هتلاقوا فيه علامه كده بنعرف منها الضغط سليم ولا لا، علشان لو في اي حاجه بنطلب الصيانه فورا تيجي تظبط الكلام دوت. طيب، احنا خلاص متاكدين من كل حاجه وفي حاله طوارئ دلوقتي. احنا المفروض دلوقتي الركاب متاهبه بقى ان في حاجه حصل امباكت او حاجه، فانا لازم اوقفهم، اقول لهم من فضلكم استنوا انتظروا الى ان سلايد رافت تتفتح واتاكد ان الكونديشن بره سليمه، وابتدي اقول لهم الدور كوماند او الكلام اللي بيتقال وقت الاخلاء. طبعا ده بيختلف من شركه لشركه، ولكن هي بتفرق فقط اذا كنا هنعمل اخلاء في الميه او هنعمل اخلاء في الارض. طيب، لو الباب عندي مش شغال لازم اشاور للناس ان هي تتجه الى باب اخر، علشان مش هيقدروا يستخدموا الباب عندي. ما ينفعش اخليهم يمشوا عكس الاتجاه. طبعا في باب قدام اهو زي ما انتم شايفين، ده ال 4 والار 4، ده ال 4 وده الار 4، وده ال 3 وده الار 3 سوري، وده ال 3 وده الار 2 وده ال 2، وقدام خالص في ار 1، وعلى الشمال شويه في ال 1. في 8 ابواب للطوارئ في الطياره دي. طيب، دي حاجه كلنا لازم نكون عارفينها ككابين كرو، ان احنا من المهام الاساسيه بتاعتنا هي الاخلاء. طيب، ده حاجه اسمها الريدنج لايت، عشان لو انا قاعد على الجامب سيت اثناء الطوارئ او حاجه، في تحت الجامب سيت ده في حاجه اسمها emergency تشيك ليست. لو في اي طوارئ هنعملها او اناونسز هنعملها، اشعارات هنقولها للركاب، تبقى موجوده تحتيه. طبعا لو في حاله طوارئ تبقى الدنيا ضلمه، فبستخدم الريدنج لايت ده علشان يبقى منور لي الحاجه اللي انا بقراها وبقولها
للركاب او اي تعليمات حابب ابلغهم بيها. ده دور اسيست هاندل، ده الاسيست هاندل اللي موجود في الفريم علشان زي ما احنا شايفين ده بره الباب، علشان لما اجي افتح الباب ما بقاش ماسك في حاجه جوه الباب. ده الحدود بتاعت الباب اهو زي ما انتم شايفين. وبس كده، يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم وتعلمتوا فيه حاجه جديده عن الامرجنسي لايتس وعن الاخلاء وعن دور مضيفين الطيران في الطيران. السلام عليكم.